ألف 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 مبروك للمنتخب المغربي وصوله التاريخي إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم دون ال20 عام يا إخوان في تشيلي، متفوقا على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح، ولعبوا على قاعدة من يسدد أولا في ركلات الترجيح ويسجل يفوز، وهو ما حصل. فوز مستحق للمنتخب المغربي الذي تقدم بالنتيجة. مباراة شد أعصاب، مباراة كانت قوية من الطرفين. المنتخب الفرنسي أكملها ناقصا ب10 لاعبين، ولكن صمدوا المغاربة صمود الأبطال، وفي النهاية كان لهم ما أرادوا. ألف ألف مبروك. ننتظر من ستواجه المغرب في النهائي، إما الأرجنتين أو كولومبيا، إما الأرجنتين أو كولومبيا، رح نعرف بكرة إن شاء الله. ألف مبروك لأسود أطلس. وما عاد غريبا على أسود أطلس، عرفتوا أسود أطلس جيدا. أنا ذهبت إلى المغرب، صورت الملاعب الجامعة الملكية وحيث يتدرب ويتجهز المنتخب المغربي بكل فئاته السنية، من يجهز ويهيئ ويحضر ويجهز المنشآت طبيعي أن يصل. كرة القدم تعطيها بتعطيك، بتهيئ لها نجوم ستعطيك. مبروك للمغرب، مستحقة للمغرب. نعم المغرب حاضر بقوة في هذا المونديال. نعم الحلم. خلصت المباراة ورسميا المنتخب المغربي بعد انتصاره على المنتخب الفرنسي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة والمقام حاليا في تشيلي. بداية ألف ألف مبروك للشعب المغربي، وألف ألف مبروك للمنتخب المغرب على استمرار التتويجات العظيمة والوصول لقمة البطولات الكبرى. بس بصراحة مش ده الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه، لأن أنا أساسا ما شفتش الماتش، أنا فتحت الماتش على ضربات الجزاء، ولكن أنا جاي كالعادة عشان أقطم في مسؤولين الكرة المصرية، لأن الموضوع ده بالنسبة لي بقى متعة خاصة. لأن في الوقت اللي فيه المنتخب المغربي رسميا بيوصل لنهائي كأس العالم، بيوصلنا أخبار مهمة جدا إن المرشح الأول لقيادة منتخب تحت 20 سنة مواليد 2005، المنتخب اللي المفروض إن هو مستنيه تصفيات أفريقيا وتصفيات الأولمبياد، هو كابتن شوقي غريب. لفينا ورجعنا لنفس الحته تاني. ما شاء الله، الله اكبر عليكم يا رجاله، حاجه تشرف. رسميا ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي إلى نهائي كأس العالم تحت عمر 20 سنة. طلعوا فرنسا. بعدين المغاربة كلهم ساطين زي حمد الله، بالامتياز تأهلك إلى كأس العالم، نهائي كأس العالم. شو تبنيقة يا اخوان، مجانين والله. ايش هذا؟ شوف الجلد اللي سوته المغرب في كأس العالم، جلدت اسبانيا، بعدين المغرب، بعدين المكسيك انهزمت لانها مباراة غير مهمة، بعدين كملت على كوريا الجنوبية، بعدين كملت على امريكا، ودحين فرنسا، وتستنى دحين يا الارجنتين يا كولومبيا. فالكم البطولة يا مغاربة، مباراة واحدة باقي لكم فخر ان شاء الله لكل العرب. الف الف مبروك، ان شاء الله المغرب راح تاخذها. والله العظيم منتخب رجاله من ظهر الرجاله. منتخب المغرب يوصل لنهائي كاس العالم في تحت 18 20 سنه. جات لنا في حظنا الهباب العيال اللي بتتخانق على الفاولات، والمدير الفني اللي طالع يقول لك ده كارت الفكه ومش كارت الفكه. المغرب تستاهل. المغرب دايسه على فرنسا، دايسين على فرنسا ومضيعين بتاع مثلا 12 جون. بس اكتر لقطه عجبتني لقطه اللعيب وهو طالع في الدقيقه 118 والمدرب شايله، هو خلاص هو مش قادر يتحرك، يعني هو ما فيش عندوش خطوه زياده انه يطلع بره الملعب من كتر ما هو ادى 100% من مجهوده. ده المنتخب اللي يستاهل يوصل نهائي كاس العالم فعلا. مش منتخب مين اللي يوصل كاس العالم لو مش ده اللي هيوصل. الف مبروك لحبايبنا في المغرب، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر عليا، الله اكبر عليكم، الله اكبر على اي حد ما اتفرجش على المنتخب ده وما صلاش على النبي. ما شاء الله، ربنا يبارك لكم ان شاء الله، تكمل وتاخدوا كاس العالم ويبقى فرحه جماعيه بقى. كمان العنابي في المونديال تأهل المونديال للمره الثانيه في تاريخ. منتخب قطر اثبت للعالم كله ان هو منتخب كبير وتقيل جدا، يكون سادس منتخب عربي يشارك في المونديال، اول مره تحصل في تاريخ كاس العالم. احنا العالم ما بيخلصوش، وباذن الله هيكون سابع وثامن كمان. هم دول بقى فعلا اللي يتقال عليهم فخر افريقيا وفخر العرب في المحافل العالميه. منتخب المغرب يا حبايب اخوكم يعمل انجاز تاريخي لاول مره يحصل مع منتخب عربي بعد ما فازوا على فرنسا في ركلات الترجيح وتاهلوا لنهائي كاس العالم للشباب. امال دي لعيبه تحت ال20 سنه وبتكسب البرازيل واسبانيا وبتكسب فرنسا. امال المنتخب الاول بيعمل ايه؟ وعلشان الناس اللي بتسال المغرب هيواجه مين طيب في نهائي كاس العالم للشباب، هقول لك يا حبيب اخوك احنا مستنيين نتيجه مباراه الارجنتين وكولومبيا اللي بتتلعب دلوقتي. بتسمع الفيديو يا حبيب اخوك بعد انتهاء مباراه الارجنتين وكولومبيا، اكتب لي في كومنت مين اللي كسب وتاهل. 45 دقيقه فقط للمنتخب المغربي من اجل كتابه التاريخ والتاهل لنهائي كاس العالم تحت 20 سنه. مدرب المغرب بيستخدم البطاقه وبيطلب من الحكم ان هو يرجع للفار ويشوف اللقطه، وفعلا كانت ركله جزاء. عرف يستغل الفرصه
فرصه فالحكم شافها وبيحسب ركله جزاء. لاعب المغرب بيركنها في اقصى الزاويه اليسرى على حارس فرنسا، ولكن الكره بتخبط في العارضه وبتخبط في ظهر حارس فرنسا وتدخل عشان المنتخب المغربي يسجل الهدف الاول في المباراه. و45 دقيقه فقط بس هم اللي هيحسموا النتيجه. اغرب الفرص الضايعه في الشوط الاول، لاعب المغرب المرمى امامك فاضي ولكنه بيعرضها مش بيوديها في المرمى. الكره دي برضه هدف محقق بيضيع، ولكن باذن الله المنتخب المغربي يكملها في الشوط الثاني ويتاهل الى النهائي ويكون كتابه تاريخ جديد للمنتخبات العربيه.